شويه افلام انا مش عارف اتكتبت ازاي. يعني رقم واحد تتح، يعني ايه؟ يعني ايه بجد والله؟ ازاي بجد؟ يعني الحاجه الوحيده المنطقيه في الفيلم ده ان هم كانوا بيشغلوا الكاميرا ويقولوا لمحمد سعد اشتغل. اصل مين هيكتب احنا في بينا علاقات قديمه، امانيا لالي وبنيانيك حنانيا مين اللي هيكتب الحاجات دي؟ لما في حاجه اتكسرت قام واقف كده فجاه يستوعب وقام رافع ايده كده وقام شاتم شتيمه بالانجليزي. الحاجات دي مكتوبه ازاي؟ رقم اتنين Eternal Sunshine of the Spotless Mind. يعني من تتح ل Eternal Sunshine. ازاي حد يفكر يكتب فيلم رومانسي فكرته غير منطقيه ومجنونه وغريبه جدا ومع ذلك ده اكتر فيلم رومانسي اثر فيا في حياتي. انا مش عايز احرق بس الفكره الغريبه المجنونه دي يعني كانت لايقه مثلا فيلم رعب، ما بالك بقى ان هم عاملينها رومانسي. ايه ده؟ استنى، ما هو فيلم رعب اصلا. رقم ثلاثة كودا. ازاي تكتب فيلم عن عيله شخص واحد فيها بس اللي بيسمع والباقي كله اصم؟ ماشي، ما هو انت هتكتب الكلام عادي وهم هيقولوه بطريقتهم، مفهوم، بس ازاي تخلي الفيلم مليان كوميديا وصراعات وتخليني عارف اتواصل مع الشخصيات بالطريقه دي؟ كودا فيلم عجيب يا جماعه، عجيب وبجد عبقري وحلو قوي. رقم أربعة ارض الخوف. هو ارض الخوف كفيلم ممكن يتكتب عادي بس لو انت داود عبد السيد، غير كده ما اظنش. اصل ايه الذكاء ده والالعاب دي ودراسه الشخصيه المعقده قوي دي؟ ازاي من الحاجات دي برضو مكتوبه ازاي؟ والله ارض الخوف بالنسبه لي من الافلام المصريه القليله جدا اللي يقدر يقف قدام فيلم اجنبي عظيم عادي. وبس، ما تنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس افلام من دي، افلام انت بتبقى مستغرب ومش مستوعب اتكتبت ازاي.